سلام سلام البنات، الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا هذا الفيديو، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم جبتكم فيديو جديد بوصفه جديده بزاف هايله وسهله وبسيطه، اللي هي عباره عن فلو كراميل. راح تعجبكم هذه الوصفه. تبعوا معايا الوصفه حتى لافا هكا باش تستافدوا. وقبل ما تبداو هذا الفيديو ما تنساونيش بجيم وكومونتير حلو كيما نتوما حلوين. ودوك نبداو بالوصفه تاعنا. اول حاجه يعني بالنسبه للطبقه الاولى واش راح نحتاجوا في هذه الوصفه، راح نحتاجوا صوص كراميل. بالنسبه للصوص كراميل كاين بزاف من الناس اللي ما يصدق لهمش، ومام انا كان ما يصدقليش هذا الصوص كراميل، مي راح نعطيكم واحد الاسيوس اللي راح تصدق لكم بها صوص كراميل. اول حاجه واش راح نحتاجوا، راح نحتاجوا كاس سكر كما راكم تشوفوا. بالنسبه للاسيوس اللي راح نقولها لكم انكم لازم ديروها في طنجره تكون شويه ثقيله، ولا في مقلاة تكون ثقيله وما تلصقش. هذه لازم تكون كاينه، باسكو اذا درتوها في حاجه خفيفه راح يلصق لكم هذاك السكر تاعكم وصوص كراميل تاعكم يتحرق. والاسيوس الزوجه انكم تنقصوا الفورنو لو ماكسيموم هكا باش يعني السكر تاعكم ما يتحرقش كما راكم تشوفوا هنايا. من بعد من يبدا يذوب شويه خلطوه بالمغرف تكون تاع لوح البنات. ما ديروش حاجه تاع حديد، باسكو اذا درتوا حاجه تاع حديد راح تتجبس لكم ومام راح يبس لكم هذاك الصوص كراميل. الوغ لازم تكون كاينه المغرف تاع اللوح. هنايا بعد ما تخلطت لي وتشكلت لي هذاك الصوص كراميل، كنت درت هكا طبقه الاولى في ليفيغين تاعي كما راكم تشوفوا البنات. غير تفرغوا ديريكتومون يعني مسحوا على هذيك ليفيغين، باسكو كما نعرفوا ان صوص كراميل بالخوف تجمد. سي بور سا راح نقول لكم باللي ديروهم بالخوف ومسحوهم كما راكم تشوفوا. شوفوا البنات هذه التحليه راح تجي بزاف هايله، مي راح ننصحكم بحاجه انكم باغ اكزومبل اذا كنتوا راح تاكلوها مور الفطور ديروها صباح بكري هكا باش تبرد تري بيان، باسكو هذا العفسه اللي فيها انه لازم تبرد بيان هكا باش الكراميل تاعكم ما يلصق لكمش في الليفيغين. هذه هي. وبالنسبه للطبقه الثانيه واش راح نحتاجوا فيها كما راكم تشوفوا هنايا، كنت انا درت لتر تاع حليب، وكنت درت 4 مغارف كبار تاع سكر، وكنت درت بطاطا فلون. انا عندي هذا الفلون كبير يعني يجي فيه 2 باكي تاع الفلون، واللي عندها تاع يعني تاع لي بواط وما تعرفش دير واحد 4 مغارف هكا ولا حتى 5 مغارف تاع فلون كما راكم تشوفوا. نخلطوا تري بيان يعني نخلطوا بارد في بارد، ومن بعد نديروه على الفرن، ومن بعد نبداو نخلطوا هكا باش الفلون تاعنا يعني ما يلصقناش من تحت كما راكم تشوفوا. ومن بعد ما يطبخ لنا البنات نزيدوه كطبقه ثانيه، يعني نديروه فوق هذاك صوص كراميل تاعنا يعني كطبقه ثانيه كما راكم تشوفوا هنايا. كنت عمرتهم هنايا البنات يعني بردتهم غير شويه من بعد درتهم. من الاحسن يعني ديروا في حاجه تاع زداج كيما هكا يعني تبقى خير باش من تقلبوا الليمون تاعكم ولا هادو لي فيغين تاعكم يعني يبقى لكم صوص كراميل من الفوق ومن تحت يكون هذا الفلون كما راكم تشوفوا كطبقه. البنات هذه الوصفه يعني هي فلون عادي يعني بصح زدت له هذاك الذوق تاع صوص كراميل يعني شويه نبدلوا يعني ماشي توجور نديروا فلون يعني كاضافه بكاس سكر وانتي بدلتي ودرتي تحليه بنوع اخر يعني نوع من التغيير. هذه هي. وشوفوا لافا البنات خليته يبرد تري بيان يعني حتى 5 سوايع 6 سوايع لازم يبرد. يعني هذه الوصفه قلت لكم تستحق انها تبرد، يجي بزاف هايل ويجي بزاف بنين. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه، وان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو. كنت خفيفه ظريفه عليكم، ودوك ما عليا غير نقول لكم تهلاو في روحتكم. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه حبيباتي. وصفي يا حبيبي يا محمد.